بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الزهور يعني البيت الكبير، يعني الحلم اللي عشناه بيتبني ويبقى واقع. اللي بنتمنى كمجلس إدارة إن شاء الله أن نكون على قدر الثقة الغالية اللي قدمتها لنا الجمعية العمومية. عارفين كويس قوي إن الأحلام كبيرة، طموحات عظيمة. عايزين نخلي الطموحات دي إن شاء الله على أرض الواقع. عايزين الأعضاء تحس إن هي انتخبت أبناء الزهور لأجل صالح نادي الزهور. عندنا تحديات عديدة تتعلق بلائحة تليق بنادي الزهور. إن شاء الله احنا بنتلقى مقترحات السادة الأعضاء، سواء كان مقترح في مادة أو أكثر، سواء كان مقترح في مسودة كاملة، سواء كان تعديل، سواء كان رأي، سواء كان فكرة، حتى نصيغ الصياغة اللائقة بلائحة منضبطة تحفظ الحقوق والواجبات، تحفظ حقوق الجميع، سواء مقر مدينة نصر أو مقر التجمع الخامس. حريصين جدا على إن احنا نطلع بأفضل صياغة قانونية محكمة. نقول إن احنا بعد حوار مجتمعي طويل ولجنة 50 ستقرأ وتراجع وتناقش وتتداول في كل ما سيطرح، ثم تكون هناك لجنة قانونية رفيعة القامة والمستوى. في لجنة عليا تشرف على هذه المسألة، أشرف أن على رأسها سيادة الفريق زاهر عبد الرحمن رئيس النادي الأسبق. أشرف أن أنا أجلس على مقعد مر عليه عظام مثل الفريق زاهر عبد الرحمن والوزير الدكتور جمال السيد رحمة الله عليه، والفريق أول كمال حسن علي رحمة الله عليه، وصاحب الفكرة وصاحب البداية الجميلة الأستاذ نادر إسماعيل شريف أمد الله في عمره، وسيادة اللواء أحمد الفولي رئيس النادي السابق. هؤلاء الرؤساء المنتخبون تركوا لنا تراثا عظيما حرصاء جدا عليه، حرصاء على تنميته. مثلما كان فرع التجمع الخامس سيكون هناك فرع العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، حسبما يتراءى للسادة الأعضاء، حسبما يرون صالح النادي. سيكون هناك مصنع الأبطال اسمه نادي الزهور، سيكون هناك نشاط رياضي حقيقي بعيدا عن المحسوبية، سيكون هناك انضباط حقيقي يصنع بطل يقدم لمصر أبطال الرياضيين في طوكيو 2020. شكرا جزيلا لكم، أهلا بكم في نادي الزهور.